النيابة العامة فجرت مفاجأة في قضية سيدة الشرقية المتهمة بقتل ابنها وتقطيع جثته ل6 أجزاء. قالت إن المتهمة لم يثبت عليها إن هي طبخت أجزاء من دماغ ابنها أو أكلتها، وقالت كمان إن المتهمة سليمة عقليا ومظهرش عليها أثناء التحقيقات أي مرض نفسي أو مرض عضوي نقدر نقول إن هي مجنونة، علشان كده النيابة قررت حبسها 4 أيام. جيران المتهمة فجروا مفاجأة مع عدد من المواقع اللي راحت مكان الواقعة. قالوا ان هم حسوا ان ابنها ليه فترة ما بيخرجش من البيت، فقرروا ان هم يخبطوا عليها ويسألوها عن ابنها، فقالت لهم ان انا باخد دش ومحدش يدخل عليا. وبعدها تاني يوم دخلوا عليها البيت فوجدوها موجودة في الحمام بتعيط وجنبها جردل في نص ابنها، باقي اشلاء ابنها بعد ما قتلته وقطعته. اهل الطفل رحمة الله عليه قالوا ان احنا لما رحنا ندفنه